بعد الفاصل تفاصيل وأخبار مهمة في القلعة الحمراء. طيب عزيزي المشاهد، ماذا عن استعدادات النادي الأهلي لملاقاة سيمبا في مباراة العودة في استاد القاهرة غدا في 5 مساء؟ خليني أقول لك إنه بدأ مارسيل كولر بجلسة فنية مع اللاعبين للوقوف على عدة نقاط، وأهمها هي إضاعة وإهدار الفرص. اللي الحقيقة إحنا شفناه في الماتش اللي فات، فرص بالجملة بتضيع، استهتار غير موصوف بالمرة من المهاجمين وخاصة كهربا وبيرسي تاو. وقف مارسيل كولر على عدة نقاط، حذر تحذير شديد من فكرة انه يحصل اي مفاجآت في المباراة. ايضا النهاردة انتهى التدريب الختامي للنادي الاهلي استعدادا لملاقاة سيمبا.